السلام عليكم. في فيديو جديد. ده هيكون فيديو ممكن يكون طويل شوية، لأن هنبدأ هشرح فيه كل حاجة أنا عملتها لحد ما وصلنا يعني للكيس. آه، تمام. هو أنا بعتلكوا الفيديو كده كده على الجروب، بس ماشي نشغله تاني. تمام، هنعمل النهاردة 17 ثانية دول. ازاي وصلنا لحد هنا؟ طيب، انت فتحت البرنامج. بعد ما فتحت البرنامج ودوست open project او new project، هتلاقي كده البرنامج هيفتح لك كده. ازاي تبدأ بقى بروجكت جديد؟ بتدوس على new composition. new composition دي معناها كأنه بيقول لك new video، يعني انت هتدوس عليها كده كأنك بيقول لك هتعمل فيديو جديد. هنا هتسميه مثلا، تعال هتسميه اي حاجة بقى انت عايزها. خلاص سميناه. هنا الابعاد بتاعت الفيديو. احنا قلنا في فيديو قبل كده ان الابعاد اللي هي الفول اتش دي، اللي هي بتاعت الفيديو اللي بالعرض، اللي هو بتاع اليوتيوب، مش الشورت او الريل، لا اللي هو العادي اللي بالعرض، بيكون 1920 في 1080. فده نبدله يكون 1920 في 1000 في 1080. بعد كده عندنا الفريم ريت. الفريم ريت ده اللي هو الثانية بيكون فيها عدد فريمز. في فيديوهات بتكون معمولة الثانية فيها بتكون 24 فريم، في فيديوهات بتكون 30 فريم. مش بتفرق قوي، هي بتفرق لو هتعمل فيديوهات سلو موشن وفيها ديتيلز كتيرة قوي، فبتبقى محتاج ان الثانية يكون فيها فريمز اكتر عشان عينك تشوف تفاصيل اكتر. في الفيديوهات بتاعتنا انا مش محتاج ال 30 فريم، يعني خليها 24 فريم احسن. آه نرجع تاني. ماشي، خليها 24 فريم، او تختار من هنا ممكن تخليها 25 او 29 و97، بس خليها 24 يعني او 25. الريزوليوشن ده عادي، انت كده كده في النهايه كده كده هترندر يعني الفيديو هيكون فل، بس انت لو الجهاز بتاعك متوسط يعني شويه، دي برضو ممكن تعدلها من جوه. خلي الريزوليوشن بتاعك يكون هاف او كوارتر عشان بس ما يهنكش معاك وانت شغال. الستارت تايم كود ده بيقول لك الفيديو يعني هيبدا من الصفر. ماشي. هنا بقى الديوريشن دي ساعه، دقيقه، ثانيه وفريم. فانت مثلا احنا هنعمل الفيديو بتاعنا حوالي 17 ثانيه، ف 31 ثانيه تمام. ممكن برضو هتعدلها من جوه عادي. بعد ما عملت كل حاجه هتدوس اوكي. تمام، خلاص عملنا الابعاد بتاعتنا. والكومب 1 او اللي هو الكومبوزيشن بتاعنا اللي احنا كان متسمي يعني كومب 1، هو ده الفيديو بتاعي. هتجيب الصوره في كذا طريقه ان انت تجيب الصور من بره، يعني تدخلها البرنامج في كذا طريقه. مثلا من ضمنها ان انت بتدوس هنا دبل كليك في البوكس ده، هو اللي فوق ده، بتدوس دبل كليك، او تدوس امبورت هنا وتقول له فايل، بس ندوس دبل كليك وتشوف الصور بتاعتك فين. هي اللي انا حاططها اهي، تحددهم وتدوس امبورت. هنا مش هتفرق هي فوتج ولا حاجة، بس في بقى كشغل يعني موشن جرافيكس وكده بتلاقي بقى في حاجات لايرز وحاجات، بيبقى شغل حاجات تانية يعني. بس هنا انت مش هتعمل اي حاجة، خلاص هتحددهم تدوس امبورت، هيظهر لك التلاتة. تسحب بقى التلاتة دول في الكومبوزيشن بتاعك في البوكس ده. خلاص انت حطيت اهو التلاتة لايرز في البوكس في البوكس ده، و30 ثانية الفيديو بتاعك وزي الفل. ماشي. هما ليه مش ظاهرين، او ليه واحدة بس اللي ظاهرة؟ هما تحت بعض، فعشان كده تحس ان هما آه مش ظاهرين يعني او حاجة. ماشي، دول احنا ممكن نخفيهم دلوقتي، او الصورة اللي احنا هنحتاجها. لا دي مش هنحتاجها، فين دي اللي مش هنحتاجها؟ احنا بس نظهر دول اللي هنحتاجهم. ماشي. احنا في الفيديو لو جينا نشغل الفيديو، ماشي، بدأ ده لوحده وده لوحده وفي تكست ظهر. نعمل الكلام ده ازاي؟ نجيب لاير واحدة منهم. قلنا ان احنا بنظهر صورة واحدة منهم بس، او لاير واحدة ازاي؟ من البوينت دي ندوس عليها بيظهر اللاير دي بس اهو. هنبدأ نعزل ده، انا شرحتها في فيديو قبل كده بس هنقولها تاني. نعزل الابر ارش بحاجة اسمها ماسك. بنحدد اللاير، بنجيب البين تول وبنعمل زوم اوت وزوم ان ازاي بالرول بتاع الماوس، وتبدأ تعزل فيها الابر ارش. هو الفيديو هيكون طويل شوية، بس يعني
كان دكتور عاوز كده، قال حتى لو الفيديو طويل فمش مشكلة يعني، عشان نشرح كل حاجة from A to Z. حاجة طيب هقولها، وانت بتستخدم البين تول، هي بصراحة محتاجة تدريب شوية. وانت بترسم البين تول دي محتاجة تدريب شوية، لان انت لو دوست كده عمل نقطة، طيب لو دوست كده بص النقطة اختلفت، فمحتاجة تدريب شوية. انا بس مش عايز اقول تفاصيل كتير، بس هقولها وخلاص. ازاي بترسم لو دوست كده نقطة واحدة، ازاي تعمل الكيرف اللي كان موجود لما تيجي تدوس دوسة مطولة كده، وتروح جاي رافع في اي اتجاه انت عايزه، تعمل مثلا كده اهو بقى كده. عايز بقى تخلي مثلا الاتجاه بتاعها كده، وتنزل مثلا دي شوية وهكذا. مش عاجبك النقطة دي وعايز تمسحها، عادي تمسحها اهو، تحدد بس اخر نقطة انت واقف عندها وتكمل اهو. ماشي. تمام، رسمنا في الابر ارش. في حاجة مهمة، ان انا بعد ما خلصت رسم لازم تبقى انت جايب الماوس بتاعك على السلكشن تول. اي حاجة هتعملها في البرنامج بعد ما ترسم او بعد ما تعمل حاجة لازم تبقى ماشي بالسلكشن تول، لان انت لو مثلا ماشي بالبين تول ودوست في اي حتة هيبدأ يرسم حاجة. بص هيرسم شيب اهو. نمسح. اتأكد ان انت اي حاجة هتعملها هتدوس على لاير او هتعمل حاجة تبقى ماشي بالسلكشن تول، عشان ما تعملش اي لخبطة في البرنامج. زي الفل. نجيب اللاير التانية اللي هي دي، ماشي، نظهرها لوحدها ونبدأ نعمل فيها الماسك اللي انا قلته، اللي هو بتحدد اللاير وتجيب البين تول ونرسم فيها ده. تمام، رسمنا الابر البيفور كده. احنا معانا الصورتين دول. عايزين بقى نعمل ايه؟ عايزين نلفهم. احنا هنا الافتر فوق ودي تحت، فدي عايزين نلفها، اللي هي دي نطلعها فوق. ماشي. عايزين بقى نلف دي، نلفها ازاي؟ قلنا يا اما بتدوس في السهم وترانسفورم وتشوف كل حاجة بقى الخصائص اللي موجودة في اللاير. عايز بقى تعمل فيها اي حاجة، سكيل تكبرها، اوباسيتي تخفيها اللي هو كده. احنا هنا هنعمل ايه؟ هنعمل روتيشن، فتروح جاي عامل روتيشن كده اهو، مثلا كده كده مثلا، وترفعها لفوق كده اهو. نجيب الصورة دي وننزلها لتحت شوية. تمام ماشي. نبدأ نعمل حركة. لا دي تنزل لتحت اكتر، دي مثلا تبقى كده. نبدأ نعمل حركة. في الفيديو الحركة جاية كده من فوق دي ومن تحت والتكست ظهر. نحدد الاتنين عشان اسهل. ندوس بي البوزيشن، نعمل كي فريم. عايز تزوم من هنا او تقلل من هنا، ماشي. بعد ما عملت كي فريم تجيبه هنا مثلا بحيث ان هو ينتهي هنا. طيب الكي فريم الاولاني ده يبقى فوق وده يبقى تحت اهو. عملنا احسن حركة زي الفل. الحركة بطيئة شوية، تجيبهم كده شوف. ماشي. بعد كده في تكست ظهر، نكتب ازاي؟ قلنا من تكست هنا تدوس عليها وفي اي مكان تكتب زي ما مكتوب مثلا دكتور عمرو. تمام. بعد ما خلصت كتابة تروح على السلكشن تول عشان تعرف تمسك اللاير براحتك. اي حاجة هتخلصها تروح على السلكشن تول. الشورت كات بتاعها حرف الفي. بعد ما تخلص اي حاجة تدوس في عشان تضمن ان انت ماسك السلكشن تول. ماشي. تكبر مثلا، عايز تكبرها من هنا وانت دايس على شيفت عشان الابعاد تبقى مظبوطه. تخليها مثلا هنا. تمام. عايز تحركها تجيب بوزيشن، تعمل كي فريم وتجيبها مثلا هنا وترفعه لفوق. سوري، ترفعه لفوق كده. طيب هو ليه ظاهر؟ لان هو فوق كل اللايرز. احنا قلنا اللايرز هنا في افتر افكتس انها ماشيه بنظام اللي فوق هو اللي بيظهر. هي ليه هي فوق ظاهرة كده؟ يعني انا لو نزلتها كده تحت خالص اهو هتختفي. فتبقى بس ايه، واخد بالك وانت بتشتغل. هو الموضوع سهل بس محتاج بس تدريب. نيجي نبص اهو. بعد كده تبدأ دي تظهر. عايز تخليها مثلا هنا برضو لسه كده مثلا.
ماشي، بعدها شوية. ليه اللاير دي ظاهرة في الاول؟ ممكن تخفيها من هنا او تقصها من هنا. تيجي هنا فين لاير تكست؟ لاير تكست اهي. تقص ازاي؟ تيجي هنا كده وتروح جاي شاددها هنا، بس انا عايزها تظهر من اول هنا، فالانديكيتور هيبقى ماشي على فراغ، فخلاص هي مش ظاهرة. فنيجي نبص اهو، اهو تمام. بعد كده ايه اللي حصل؟ بعد كده حصل البلورنس. طيب احنا شرحنا برضو دي ازاي تعمل الحركة يكون شكلها احسن. تحدد كده الكي فريمز وتدوس F9. F9 دي معناها اللي هو الايزي ايز، اللي هو الحركة بتبقى متفاوتة. تبدأ بطيئة، بعد كده تسرع قوي، بعد كده تبقى بطيئة تاني. بعد كده تخش على الجراف اديتور عشان تظبطها اكتر. تعمل كده، تزوم مثلا بألت والرول بتاع الماوس، وتقرب دي كده وتقرب دي كده. نفس الكلام، تيجي على الجراف اديتور تتأكد ان هو على السبيد. تتأكد ان هو على السبيد برضو، تحدد كده. تيجي ده هنا وده هنا، نفس الكلام ده. ماشي، نيجي نبص. سريعة شوية، كنت بعيدهم شوية. لا سريعة قوي اهو. دي طبعا ايه، متنساش ان انت تمسحها عشان ما تظهرش في اول الفيديو. تمام، نجيب افكت البلورنس. قلنا من افكت اند بريسيتس، مش لاقيها ظاهرة هنا، هتلاقيها في ويندو، بس هي موجودة، هتلاقيها موجودة اهي. افكت اند بريسيتس، تبحث عن حاجة اسمها جوزيان بلور. قلنا ان احنا اي افكت انت هتجيبه عشان تحطه على لاير، بتسحبه وتحطه على لاير. طيب انا في الافكت ده انا مش عايزه، يعني انا مش عايزه على لاير واحده بس، انا عايزه على كله. فبدل ما تجيبه وتحطه في كل لاير لوحدها، لا انت اسهل. نمسح بس ده الاول. انت اسهل انت تجيب حاجه اسمها ادجستمنت لاير. تدوس في مكان فاضي، نيو ادجستمنت لاير. قلنا ان هي تبقى طبقه شفافه، لما بتحط عليها افكت الافكت بيظهر على كل اللي تحتها. فهي دي باختصار الادجستمنت لاير. فتجيب الجوزيان بلور على الادجستمنت لاير. تمام. انا عايز البلورنس يبدا يظهر من اول هنا. تعمل اللي قلنا الساعه دي بتعمل كي فريم، بتعمل انيميشن، فتدوس عليها. عايز تظهره هنا في اللاير تدوس على حرف اليو. اي كي فريم عايز تظهرها في اللاير بتدوس على حرف اليو اهو. وتمشي قدام شويه وتزود البلورنس كده. تمام، نيجي نبص. تمام. في حاجه بقى مهمه قوي، يعني دي حاجه برضو مهمه عشان شغلك وانت شغال في البروجكت. البروجكت ما يبصش منك عشان بس حاجه مثلا كهرباء قطعت ولا اي حاجه. ان انت طول ما انت شغال تسيف البروجكت. بتسيفه ازاي؟ انت اول مره، اول مشروع او اول ما هتدخل على المشروع، هتدوس كنترول اس. اول مره هتلاقيه عمل لك فايل، ان هو هيسيف لك المشروع كفايل زي ده كده، يبقى زي ده. فتسميه مثلا كيس اي حاجه، وتشوف في المكان اللي انت عايزه وتدوس سيف. كده هو سايب لك المشروع اهو. انا حطيته في الديسكتوب فين اهو. انا حطيته هيظهر لك في ملف كده، بحيث انت تدخل عليه كل مره وتعدل فيه براحتك. طيب بعد كده انت بقى عملت، اشتغلت فيه، عملت اي حاجه، عايز بقى كل خطوه تسيفها. فكل مره انت تدوس كنترول اس خلاص هو هيتسيف في نفس الملف اللي انت حطيته فيه. فمش هيجيب لك ملف جديد، هيبقى هو نفس الملف. فدي حاجه حلوه. حاجه برضو عشان تتاكد انت سيفت ولا لا، انت مثلا عملت كده هتلاقي في نجمه ظهرت هنا. النجمه دي معناها ان انت عملت حاجه في البرنامج ولسه ما اتسيفتش. فلما تدوس كنترول اس النجمه هتختفي كده. انت خلاص واصل كل حاجه متسيفه في البرنامج، كل خطوه متسيفه. فتبقى واخد بالك وانت شغال، وكل شويه تدوس كنترول اس عشان ما يحصلش اي مشكله في البروجكت. نشوف كده تمام. نجيب زي في الفيديو تكست جاي. احنا هنا شايف التكست ده جاي من فوق وده جاي من تحت، فهنا دي لاير ودي لاير. فالحركه دي مش هنعرف نعملها لو حطينا التكست كله في لاير واحده. مش هنعرف نعمل الحركه دي، فلازم يبقى ده في لاير لوحده وده في لاير لوحده. عايز تعمل حركه مختلفه براحتك، بس لو هتعمل زي الفيديو بالظبط ماشي. تجيب التكست وتدوس هنا مثلا تكتب تمام. ادي اللاير بتاعتنا. فين التاني اهو. ماشي، تكبر برضو براحتك، انت دايس على شيفت عشان يكبر بنفس البروبوشنز. ماشي. عايز تغير لونهم، قلنا منين؟ من كاركتر. تدور على كاركتر اهي، تنزل تحت. عايز تغير الفونت برضو عادي. عايز تكبر وتصغر برضو من هنا، مفيش اي مشكلة. ماشي، تغير اللون مثلا، نخليه مثلا ازرق. ماشي.
بالمره بقى بدل ما احنا عملنا اللون نغير نخلي الجلو اللي احنا قلناها. بتجيبها منين؟ بعد ما حملت انت بقى خلاص البلجن اللي انا بعته لكم، تبحث عن ديب جلو اهو، تجيبه هنا وتجيبه هنا. ماشي، مثلا ده تخليه هنا كده، تقلل مثلا اكسبوجر شويه، يعني عادي ممكن تخليه كده انت وراحتك بقى. ماشي، خليه مثلا كده. هما الاتنين مش نفس المقاس، مش نفس السكيل. عايز تخليهم نفس السكيل بالظبط، مثلا تدوس هنا اس هتلاقي 169.5، تدوس هنا اس اهو تخليه مثلا 169.5 مثلا، يعني لو انت عايز تخليهم نفس المقاس بالظبط. ماشي، نعمل الحركة بتاعتنا. ده جاي من فوق يبقى ده بي، عملنا كي فريم، نبعده شوية بحيث ان هو ينتهي وهو هنا. في الاولاني بقى يبقى جاي من فوق. تاني برضو ندوس بي بوزيشن، ده نخليه تحت ونيجي هنا نروح مطلعينه. عايز تعمل الحركة بتاعتك اللي هي الايزي ايز، تحددهم وتعمل F9، تدخل على الجراف اديتور تعمل الحركة بتاعتك الايزي ايز. نيجي نشوف كده، طبعا جايين بسرعة قوي فايه تقللها. حلو، خليها مثلا هنا. ماشي تمام. بعد ما عمل كده هتلاقي في الفيديو ده بيطلع لفوق والتكست بيتحرك وفي شغل بيحصل. ماشي، نمسك اول حاجة مثلا التكست نبدأ نحركه، نعمل كي فريم الثبات. كي فريم الثبات ده اللي هو بيكون ده هو ده، فما حصلش اي تغيير. نيجي بقى قدام شوية اللي هو جاي زقينه كده، نيجي على التاني على التكست التاني نعمل كي فريم برضو الثبات، نيجي هنا نروح زقينه هنا زي الفل. ايه تاني؟ اللاير اللي ورا اللي هي اللي هي دي الابر، نعمل لها بوزيشن ونمشي قدام شوية نطلعها لفوق اهو. نيجي على اللور نعمل لها بوزيشن، وده كمان نعمل لها بوزيشن. نيجي على الكي فريم التاني وننزلها لتحت. نيجي على التكست اللي ورا خالص ده اللي هو دكتور عمر مدر، نعمل هنا هنعملنا اوباسيتي، فالكي فريم بتاعها حرف التي، قصدي الشورت كات بتاعها حرف التي. دوس تي اوباسيتي وتيجي هنا تعمل اوباسيتي. التاني ده نخليه 0، نقربه كده نشوف كده. ماشي، سريع قوي بقى انت ايه ظبطها مع نفسك لو في حاجة سريعة او حاجة. ماشي، سريعة قوي برضو. خليها مثلا كده. ماشي، بعد كده ايه اللي حصل؟ الصورة دي ظهرت اللي هي دي. ماشي اهي. بص لو تلاحظوا ان الصورة دي بما انها تحت الادجستمنت لاير فعشان كده معمول عليها افكت البلورنس، فانت تطلعها فوق يكون فوق الادجستمنت لاير عشان ما يحصلهاش الافكت يبقى حاصل عليها هي كمان. ماشي، في الفيديو هتلاقيها جاية بص منين، من جوه خالص كده، يعني حصل لها سكيل. انت عايز تعمل حركة مختلفة عادي، ممكن مثلا نجرب نعمل حركة مختلفة. نعمل مثلا وهي كده نعمل لها اوباسيتي مثلا، نخلي الاوباسيتي بتاعتها 0 ونمشي قدام ونخليه بقى 100% مثلا، يعني نشوف هيبقى شكلها ايه اهو. عادي عملنا انيميشن مختلف، نخليها كده. عايز تعملها ايز نيجي نبص. ماشي عادي زي الفل. بعد كده حصل زوم ان ليها اهو، حصل زوم ان والتكست ده ظهر. نيجي عليها ندوس السكيل او شيفت اس، نعمل كي فريم، نمشي قدام شوية ونزود كده. تمام، نيجي نبص برضو نخليه ايزي نعمل
نظبط السرعة في الجراف اديتور. حلو اوي. تمام. وصلنا ان احنا عملنا الزوم ان. نجيب تكست، نكتب التكست بتاعنا. تمام. لو لاحظتوا برضو انا كتبتها كل تكست في لاير عشان لو عايز احركها كل لاير لوحدها. هي فين؟ the patient needs. ماشي، خليها مثلا هنا. تمام. وهي بتطلع وهي بتعمل زوم ان كده حصل لها البوزيشن كانوا من تحت، يعني دول نخليهم هنا، دول كانوا تحت كده. نيجي نشوف، نقربهم شوية، نعمل لهم easy ease. ماشي، نخلي واحدة سابقة التانية بحيث هيبقى شكلها احسن اهو. برضو نعمل عليهم الجلو. ماشي، خليه كده مثلا، وناخد ده. عملنا كوبي للاتنين. ازاي عملنا كوبي؟ بتدوس على الافكت كده كنترول سي، وتيجي على اللاير دي كنترول في لو انت عايز تكوبي الافكت بكل حاجه فيه، لو انت عملت يعني تغييرات هنا وعايز تكوبي الافكت بالظبط. تمام. بعد كده نزل والصوره دي جت. ماشي، ننزل ده. ادي البوزيشن، سوري، ادي البوزيشن. نمشي شويه، ده برضو الكي فريم ده هو ده، فعشان كده مش هيحصل اي تغيير ما بينهم، نفس القيمه. فنمشي بقى قدام شويه، ننزل ده هنا وننزل ده. برضو يفضل يكون واحد سبق التاني شوية عشان يبقى شكلها احسن. نجيب الصورة بقى بتاعتنا اللي هي البي فور تقريبا، هي دي. ماشي، صغرها شوية وانت دايس على شيفت عشان تبقى نفس الابعاد. تمام. ندوس البوزيشن بي، نعمل كي فريم ويكون الاولاني هنا. نيجي نشوف، بعيدة قوي، اضربها كده. انا عملت ايزي دوست اف 9 اهو. حلو قوي. وهي بتعمل كده بعد كده هتبدأ تكبر. دوس شيفت اس عشان يظهر السكيل وفي نفس الوقت البوزيشن يفضل موجود. لو انا دوست اس بس، بص هيظهر السكيل بس. لو دوست بي بس هيظهر البوزيشن بس. عايز تظهر الاتنين مع بعض يبقى شيفت اس. نيجي قدام ونعمل سكيل، نكبره كده. حلو قوي. وهو بيكبر الصورة اللي تحت دي اختفت. بص اهو، الصورة اللي ورا دي بيحصل لها الاوباسيتي بتاعتها بتقل. فنيجي وهو بيكبر كده، فين الصورة؟ هي دي. ماشي، ندوس اوباسيتي ونمشي قدام شوية ونخليها صفر. نيجي نشوف مش باينة، نقربها شوية عشان تبان اهو. ماشي، دي مثلا نخليها ايزي عشان يبقى شكلها احسن. انا بحاول ان انا يعني لحد ما اختصر عشان بس الفيديو ما يبقاش نص ساعة ولا ساعة فيبقى سريع يعني. ماشي، كده عملنا كل حاجة. فاضل نعمل بس، متنساش تسيف كنترول اس كل شوية عشان البروجكت ما يبصش منك. وصلنا ان احنا عملنا كده. بعد كده الصورة اتقسمت، شرحنا برضو ده هنشرحها تاني. اللي هو انا هعمل الماسك. احنا قلنا اتفقنا لما بتحدد على اللاير بتجيب البين تول وتبدأ ترسم كده. انا برسم ماسك بس انا مش عايز ابوظ الصورة دي، انا عايز اعمل ماسك على نسخة منها، لان انا الصورة دي هتفضل زي ما هي كده لفترة معينة. فلو انا عملت عليها ماسك هتبوظ مني طول التايم لاين. يعني لو انا عملت عليها ماسك كده، نقولها تاني كده، انا عملت عليها ماسك اهو. هنيجي في الاول خالص وهي الصورة بتيجي، بص هيبقى الماسك عليها طول التايم لاين. لا، انا عايز الماسك يظهر مثلا من اول هنا، من اول الحتة دي، فما نبوظش اللاير دي.
نمسح بس الماسك ده. ماشي. فنيجي نعمل منها نسختين، نسخة للأبر ونسخة لللور. نيجي عند أول نسخة ونرسم فيها الأبر. تمام، رسمنا فيها الأبر أهو. قلنا هنعمل اللور ازاي، نمسح القديمة دي. قلنا هنعمل اللور ازاي، نمسك الأبر نعمل منه نسخة. كده أنا بقى معايا 2 أبر، بص أهو سوري، كده أنا بقى معايا 2 أبر تحت بعض. فنمسك واحدة منهم ندوس ام ونعملها انفرتد عشان اللور يظهر. احنا قلنا الكلام ده في فيديو قبل كده، بس عشان برضو ايه نقوله تاني على طول. تمام، نيجي ونوصل هنا. ماشي. بعد كده نبدأ نقسم. فنيجي في اللاير لوحدها نعمل لها بوزيشن، دي اللور. اللور انا عايزها تنزل لتحت كده اهو. ماشي. بعد كده الابر هيحصل لها روتيشن، فندوس ار وهيحصل لها بوزيشن وهيحصل لها سكيل. نعمل التلاتة كي فريمز اهو، ونمشي قدام شوية نعمل الروتيشن بتاعنا والبوزيشن بتاعنا نرجعها، وبعد كده نقلل السكيل شوية. زي كده عملنا كل حاجة. نيجي نشوف برضو. ماشي، اتقسمت بس اللاير اللي تحتها لسه ظاهرة، اللي هي الصورة الأبر واللور. فنشيلها ازاي؟ نيجي في المكان من أول مثلا هنا مثلا اهو، نروح جاي دايسين الت دال عشان نقط اللاير دي. الت دال كده خلاص لحد هنا اتقفلت اهو. نزقها بس عشان نتأكد اهو، بقى اللي تحتها فاضي. تمام. ماشي، وصلنا لحد هنا. نشوف الفيديو ايه تاني. حصل ده وحصل ده، تعالى نعمل الاتنين. نتأكد ان احنا مش معلمين في اي لاير اهو، في مكان فاضي نجيب البين تول ونرسم الميد لاين. عملنا اهو، مثلا عايزين نجيبه كده. تمام. قلنا بنرسم ازاي، هو في شيب لاير، هو ده الخط ننزل فيه وندوس اد تريم باث. بعد كده ننزل في التريم باث نعمل اند، نمشي قدام شوية ونعمل كي فريم تاني. نيجي عند الاولاني هو ده هو ده، فنيجي عند الاولاني بدل ما هو 100 نخليه 0 اهو. عملنا احلى طبعا، هو ايه سريع اهو. نرسم بقى اللي هي التانية دي، اللي هي الكيرف ده، نرسمه ازاي؟ برضو نجيب البين تول. دي طبعا محتاجة تدريب شوية عشان هتلاقي اصعب شوية. ندوس كده، نفضل ندوس دوسة مطولة بحيث ان احنا نعمل الكيرف ده. ونيجي مثلا هنا نعمل كده، تقعد بقى ايه تظبطها مع نفسك عشان هي مش هتيجي من اول مرة. تعمل مثلا كده. ماشي كده معقول. عملنا الكيرف. نيجي بقى على الشيب لاير، برضو نفس الكلام. عايز تختصر، يعني تختصر الموضوع على طول، بدل ما تعمل برضو تريم باث وكده، تاخد دول كوبي كنترول سي وتيجي على اللاير دي تحددها وتشوف انت عايز تنسخها فين، من اول مثلا هنا ولا من اول هنا ولا من اول فين. مثلا انا عايز اعملها من اول هنا، فندوس كنترول في. نيجي نبص اهو زي الفل. هتلاقي في الفيديو بعد ما عملوا بص اختفوا. الاختفاء ده اوباسيتي، هنحدد الاتنين. دوس تي اللي هو الاوباسيتي، نعمل كي فريم، نمشي قدام شوية ونخليه 0 اهو. طبعا نرجعهم لورا شوية. عملوا ماشي، وهو بيختفوا في سهمين طلعوا، نعملهم. نجيب البين تول نعمل واحد كده ده لوحده، بعد كده نعمل التاني. تمام. برضو نفس الكلام، نجيب عشان لو مش عايزين نعمل تريم باث من هنا، ناخد دول كوبي ونيجي هنا وهنا. شوف انت عايز تنسخهم منين، من اول هنا مثلا كنترول في اهو. ماشي، نكتب التكست بتاعنا old composite. ماشي، نجيب الافكت الديب جلو نحطه اهو زي الفل. هو بينزل كده بقى، هو بيظهر كده الخط
نعمل الانيميشن او الحركة بتاعتنا على التكست، ندوس بي زي في الفيديو بص الانيميشن جاي ازاي، جاي من هنا، فنعمل بوزيشن بي ونمشي كده ونخليه جاي من هناك اهو. زي الفل. بعد كده ايه اللي حصل؟ اختفت اوباسيتي، ودي كمان اختفت اوباسيتي، وبعد كده حصل لها روتيشن. الكلام كله سهل بس محتاج تدريب. ندوس شيفت تي عشان تظهر الاوباسيتي، بعد كده تمشي شويه صفر. ماشي. نفس الكلام على دول اللي هما الخطين دول، تي اوباسيتي، تمشي شويه تخليه صفر. بعد كده تجيب اللاير اللي هي فين دي، تعمل روتيشن. هنعمل روتيشن، ممكن نعمل التلاتة لو عايز تعمل التلاتة، وتمشي شوية. دول الثبات يعني، دول هما دول، فما حصلش اي تغيير. نيجي بقى عشان نعمل التغيير نمشي شوية، نروح عاملين روتيشن اهو. بعد كده نعمل بوزيشن نخليها هنا وننزلها تحت كده، وبعد كده تعمل سكيل. شفت الموضوع سهل ازاي اهو. عايز بقى تعملهم ايز تظبط بقى الحركة بتاعتهم براحتك بقى اهو. بقت حلوة جدا اهي. بس احنا وصلنا لهنا لحد هنا في الفيديوز. ان شاء الله هنكمل الفيديوهات الجاية بإذن الله، هنكمل بقى شرح الكيس. واتمنى يكون الفيديو يعني مفيد، ويا رب ما يكونش طويل قوي يعني. وبس نشوفكم على خير بإذن الله في فيديو قادم. السلام عليكم.